احنا ممكن نسمع اي حاجه وتبقى بالنسبه لينا عادي، مش هنصدم خالص يا صديقي. لكن عمرك سمعت ان ام تبيع اعضاء ابنها عشان الفلوس؟ اسمع بقى يا معلم وانبسط باللي هتسمعه. واحدة من بورسعيد متطلقة ومعاها طفلين، جوزها حاول يرجع لها كذا مرة لكن ما وافقتش، لدرجة انها كبرت الموضوع واتطلقت منه عادي يا معلم. دلوقتي بقى لازم احذرك عشان في صدمة وفي مفاجأة. نبدأ بالصدمة. الست اللي ربت وخلفت عشان الفلوس اتواصلت مع واحد على مواقع التواصل بيشتري اعضاء. انت مدرك اللي بتقوله؟ طب وانهي موقع؟ ان شاء الله على الدارك ويب. ايوه ده بقى اللي مش عادي يا معلم. طلب منها انها تصور ابنها اللي عمره 8 سنين وهو عريان خالص وتبعت له الفيديوهات. الام خدرت ابنها عشان تشتغل على نضيف يا معلم. المفاجأة هنا بقى اللي ربنا كان مدبرها، ان الام ادت الطفل جرعة زيادة، وما حست انه تعب الام خدت الطفل على المستشفى، واللي كشف عليه عرف انه خد جرعة زيادة. وطبعا الام نقرت علاقتها بده. بعدها بلغوا الشرطة وقبضوا عليها واعترفت بالجريمة. اما مسكوا الموبايل ولقوا عليه ناس كلمتهم على الدارك ويب، طلبوا منها تصوير ابنها والمقابل فلوس.